بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثالث الإعدادي. ودلوقتي جه ميعادنا مع الدرس الثالث بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في العالم. في الدرس هنعرف إن شاء الله يعني إيه كلمة إقليم مناخي. هنعرف كمان العوامل المؤثرة في المناخ في العالم، بالإضافة للأقاليم المناخية وتوزيعها على خريطة العالم. اول نقطه عايزك تعرفها، السؤال ده ممكن يجي في الامتحان، يقول لي ما المقصود بكلمه اقليم مناخي؟ اقليم مناخي معناها كلمه اقليم يعني معناها منطقه. طب والمناخ، اول ما تسمع كلمه مناخ بتفهم منها ايه؟ ايوه، حراره، رياح، امطار. تمام. طب تعالى بقى نركب الكلمتين جنب بعض. وكلمه اقليم معناها منطقه. طب منطقه محدده من سطح الارض. المنطقه دي ليها خصائص مناخيه من حيث الحراره والرياح والامطار. اذا المنطقة لو في قارة مثلا زي قارة آسيا، تتشابه معاها نفس المنطقة في قارة أفريقيا أو قارة أمريكا الشمالية أو غيرها. المنطقة دي لو هي متشابهة مع بعض من حيث الحرارة والرياح والأمطار، هسميها إقليم مناخي كذا. وده هنشوفه طبعا في الدرس لما نبدأ نتكلم فيه التفاصيل. إذا كلمة إقليم مناخي معناها منطقة محددة على سطح الأرض. المنطقة دي ليها خصائص مناخية من حيث الحرارة أو الرياح أو الأمطار. طيب، تعالى نعرف مع بعض دلوقتي العوامل المؤثرة في مناخ القارات، يعني على أي أساس بتبدأ حضرتك تقسم العالم لأقاليم مناخية. قال لي والله العوامل اللي بتأثر عندي في المناخ: الموقع الفلكي. احنا طبعا الأرقام اللي احنا كنا قلناها في الأول درس، الدوائر العرض هتأثر بقى معايا دلوقتي، ونبدأ نشوف كل ما اقتربنا أو ابتعدنا عن خط الاستواء يا ترى درجة الحرارة هتزيد ولا تقل. إذا الموقع الفلكي بيأثر عندي في المناخ. الموقع الجغرافي، وده المقصود به القرب أو البعد من مسطحات مائية، بالإضافة للتضاريس زي الجبال أو المرتفعات بشكل عام. إذا العوامل المؤثرة في مناخ القارات هي موقع فلكي، موقع جغرافي، والتضاريس. طيب، أولا لازم نعرف إن العالم مقسم عندي إلى أقاليم مناخية علشان نقدر نفهم ونذاكر مع بعض وندرس. حضرتك لازم تكون معاك دلوقتي ورقة وقلم، ويا ريت تبدأ تسجل في المعلومات وتبدأ تعمل مقارنات، لأن السؤال ده ممكن يجي في الامتحان قارن، وغالبا بتكون المقارنة ما بين إقليمين، مثلا زي إقليم استوائي وإقليم موسمي، إقليم مداري وإقليم بحر متوسط، أو إقليم بحر متوسط وإقليم غرب أوروبا. وده اللي هنشوفه بعد كده. فيا ريت حضرتك وأنت بتسمعني دلوقتي تبدأ تسجل في الملاحظات دي وتعمل مقارنات، وتبدأ تحفظ كل جزئية لوحدها علشان الموضوع ما يكونش صعب بعد كده عليك. نفهم من الأول بعد كده نحفظ. طيب، أول حاجة لازم أعرف إن عندي 4 أقاليم مناخية بشكل عام في العالم، وتحت كل إقليم مناخي في عدد من الأقاليم المناخية الأخرى. يعني عندي أقاليم حارة، أقاليم مناخية معتدلة دافئة، أقاليم مناخية معتدلة باردة، والأقاليم الباردة. طب هندرس إيه في الأقاليم الحارة السنة دي؟ هندرس 3 بس، اللي هم الاستواء وشبه الاستوائي ده أول إقليم، تاني إقليم الإقليم المداري الحار، تالت إقليم معاه الإقليم الموسمي. طيب، هنعرف في الإقليم إيه وإحنا بنذاكر دلوقتي وبنحفظ وبنبدأ نتابع ونشتغل مع حضرتك في الخريطة اللي قدامك. ويا ريت لو مع حضرتك خريطة صماء تبدأ تعلم فيها كل إقليم لوحده، علشان تكون الجزئية سهلة معاك وتقدر تحفظ شكل الإقليم جوه الخريطة. هنعرف واحنا بنستعرض مع بعض الأقاليم: موقع الإقليم الفلكي بيمتد من كام لكام، موقعه الجغرافي بيوجد فين في القارة، بالإضافة لخصائصه المناخية، درجة الحرارة فيه عاملة إزاي، وخصائصه النباتية، أشجار أو غابات أو حشائش، بالإضافة لو يوجد فيه بعض الحيوانات البرية. إذا دي عناصر بتاعة الإيه المقارنة اللي حضرتك هتبدأ تعملها. الموقع الفلكي والجغرافي، خصائص مناخية، والنبات والحيوان. طب أول حاجة الإقليم الاستوائي، زي ما حضرتك شايف كده في الخريطة، بيمتد عندي من 0 ل10 شمالا و10 جنوبا، يعني جنوب خط الاستواء. ده الجزء الملون عندك باللون الأخضر في الخريطة، هو ده الإقليم الاستوائي. يعني المناطق القريبة من خط الاستواء من 0 10 شمالا و10 جنوبا، يعني بين الدرجتين دولت
هتلاقي الاقليم الاستوائي. طيب الاقليم ده موقعه الجغرافي موجود في قارة ايه؟ زي ما انت شايف كده، ايوه برافو عليك، اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبية. طب موجود فين في قارة اسيا؟ موجود في جزر اندونيسيا. سأل لي في الامتحان يظلل عليا كده يقول لي واحد اقليم كذا، طول ما انا قربت من خط الاستواء او عند خط الاستواء بالتحديد يبقى ده اقليم ايه؟ استوائي. طيب فين في افريقيا؟ في حوض نهر الكونغو. طب بالنسبة لامريكا الجنوبية فين؟ في حوض نهر الامازون. صعبة كده الموقع الجغرافي، كل حاجة واضحة قدام سيادتك اهو. طيب بالنسبة لي خصائصه المناخية، درجة الحرارة، أنا لو رحت الإقليم ده، رحت زيارة أنا بقى، واحد صاحبي ولا حاجة بعت لي دعوة ورحت إيه، زرته في المكان ده، درجة الحرارة عاملة إزاي هناك؟ قال لي هلخصها في 4 كلمات علشان تكون سهل عليك في الحفظ. الإقليم ده خصائصه المناخية حار ممطر طول العام، احفظها كده، حار ممطر طول العام، حار ممطر طول العام، افضل إيه ردت فيها على طول كده. حار ممطر يعني طول السنة حر وطول السنة مطر، يعني أمطار في أشهر السنة المختلفة. طيب بالنسبة لخصائصه النباتية، النباتات اللي موجودة هناك، بما إن في درجة الحرارة مرتفعة طول السنة والأمطار طوال العام، إذا دي بيئة خصبة إن تنمو فيها الغابات الاستوائية. والغابات الاستوائية هي غابات بتتميز ب إنها كثيفة متشابكة زي ما حضرتك شايف كده، زي أشجار إيه؟ تمام، زي المهوجني والمطاط. ادي المهوجني اهو، وادي شجر المطاط. طيب يا ترى الغابات دي بتعيش فيها حيوانات؟ اه طبعا، زي الايه؟ تمام، الزواحف، زي الطيور وزي الحيوانات المتسلقة. صعبة؟ احنا كده خلصنا الإقليم الأولاني. نرجع مع بعض كده ونراجع كده ونسأل. ها بيمتد من كام لكام؟ ما تسرعش، من 0 ل10 شمالا و10 جنوبا. طيب أكمل. يوجد الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي في قارة أفريقيا في نقط. لا مش حوض الأمازون، لا لا، في أفريقيا، احنا قلنا أفريقيا فين؟ حوض الكونغو، برافو عليك. طيب نيجي لي الإقليم التاني معانا وهو الإقليم المداري الحار، وساعات بنسميه بالإقليم السوداني. هذا الإقليم بيوجد فين؟ بما ان الاقليم الاستوائي كان اخره 0 10 شمالا 10 جنوبا، اذا الاقليم المداري ده اللي بعديه مباشرة يعني بيمتد من 10 ل 18 زي ما حضرتك شايف كده في الخريطة اللي قدام حضرتك اهي، بيمتد من كام لكام؟ من 10 ل 18. طب موجود فين في افريقيا؟ في شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. وامريكا الجنوبية فين؟ برضو شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. طب موجود فين في قارة آسيا؟ في جنوب غرب قارة آسيا، في المكان ده المفروض تبقى مظللة بقى دلوقتي، في جنوب غرب قارة إيه؟ آسيا. طب في أمريكا الشمالية، في بعض الأجزاء الجنوبية في أمريكا الشمالية، بالإضافة لشمال قارة أستراليا. تمام؟ صعبة؟ طيب نيجي للخصائص المناخية بتاعته. درجة الحرارة في هناك عاملة إزاي؟ قال لي والله أنا في فصل الصيف بترتفع الحرارة، بس بقى الزيادة عندي هنا إن الأمطار بتاعتي بتسقط في فصل الصيف. يبقى صيفه حار ممطر، صيفه حار ممطر، وشتاؤه جاف. جاف يعني مفيش مطر. مش عايز الدنيا تكون صعبة عليك، احنا مش هناخد كل الأقاليم في أول جزء من الحلقة بتاعتنا، احنا هنكتفي بالأقاليم الحارة والمناخية المعتدلة الدفيئة، ونسيب باقي الأقاليم للجزء التاني من الفيديو إن شاء الله بتاعنا. فاحنا دلوقتي احنا خدنا ليه؟ خدنا في الأقاليم الحارة، خدنا الإقليم الاستوائي، ونقول دلوقتي الإقليم المداري. طب الإقليم المداري درجة الحرارة فيه عاملة ازاي؟ تمام، صيف حار ممطر وشتاء جاف. جاف يعني ما فيهوش امطار. طب بالنسبه لي خصائصه النباتيه والحيوانيه، قال لي والله ان الاشجار اللي فيه هي اشجار مداريه. اقليم مداري يبقى اشجار ايه؟ مداريه. اقليم الاستوائي اشجار استوائيه. الاقليم المداري اشجار مداريه، لكنها اقل كثافه. لما المطر بيبدا يقل شويه فكثافه الاشجار وتشابكها بتبدا تقل شويه. يعني الأشجار المدارية هي أقل، أو الغابات المدارية أقل كثافة وأقل تشابكا من الإيه؟ الغابات الاستوائية. طيب بالنسبة لي الحشائش، بيعيش عندي حشائش حضرتك عرفتها من سنة أولى إعدادي وتانية إعدادي، حشائش الإيه؟ السافانا.
وحشائش سافانا تعتبر حديقة حيوان طبيعية بما تفسر، والسؤال الأشهر والمعروف جدا وإجابته محفوظة. ليه تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية؟ الإجابة طبعا سهلة ومحفوظة، لأن يعيش بها حيوانات آكلة العشب وأخرى آكلة لحوم. صعبة؟ أكلة العشب طبعا زي الزرافة أو الفيلة، وأكلة اللحوم مثل الأسود والنمور. قصاد حضرتك طبعا باين في الصورة اهو. ادي الاشجار هي اقل كثافه شويه من الاشجار الاستوائيه، وادي حشائش الايه السافانا، وادي الحيوانات اللي احنا عارفينها تعتبر حديقه حيوان طبيعي. طيب نيجي للاقليم الثالث والاخير معايا في الاقاليم الحاره. الاقليم الثالث اسمه اقليم موسمي. اسمه اقليم ايه؟ موسمي، ملوش درجه عرض. تمام، خلاص بقى يعني مش هحفظها دي بقى خلاص. طيب يعني طب بس هو موجود فين بقى؟ موقعه الجغرافي فين بقى؟ قال لي والله موجود عندي في قاره اسيا وافريقيا واستراليا. اهو الاوضح واللي انا عايزك تفهمه وتطلع من الخريطه دي بثلاث حاجات دول بس: اسيا، افريقيا، استراليا. طيب موجود فين في قاره اسيا؟ قال لي والله موجود في الهند، ادي الهند اهي. تمام. وموجود في منطقه اسمها شبه جزيره الهند الصينيه، المكان ده يعني فين بالتحديد؟ في جنوب الصين. تمام. طيب فين في استراليا؟ مم. في اقصى شمال استراليا. خلي بالك المداري كان شمال استراليا، هنا ايه؟ اقصى شمال استراليا. تمام. بالنسبه لافريقيا فين؟ موجود طبعا في هضبه اثيوبيا او الحبشه، بالاضافه لجزيره مدغشقر. تمام. انا عايزك تحفظ الحاجات اللي بتاع عليها دي بس. ادي في قاره اسيا الهند، شبه جزيره الهند الصينيه، اقصى شمال استراليا، بالاضافه لهضبه اثيوبيا وجزيره ايه مدغشقر. طب بالنسبه لخصائصه المناخيه: صيفه حار غزير المطر، شتاؤه جاف. ايه ده ايه ده؟ ثواني كده، هو كده بيتشابه مع المداري؟ بيتشابهوا فين؟ في الخصائص المناخية. الاتنين صيفهم حار ممطر، والاتنين شتائهم جاف. اقعد لحنها وغنيها كده مع نفسك ودندنها طول ما انت قاعد. في الاقليمين المداري والموسمي الاتنين ايه؟ صيفهم حار ممطر وشتائهم جاف. جاف يعني ايه؟ يعني ما فيهوش مطر. طيب بالنسبة لخصائصه النباتية والحيوانية، قال لي والله هذا الإقليم بتنمو فيه طبعا الأشجار الإيه؟ الموسمية، زي شجر جوز الهند أهو. أدي الأشجار الموسمية، شجر جوز الهند، بالإضافة لوجود حشائش الإيه؟ السافان. طب بما تفسر تنمو بيه الأشجار الموسمية ليه؟ بسبب غزارة الأمطار في فصل الصيف. صعبة. بالإضافة لحشائش السافانا. الله، ده هو كمان بتنمو فيه حشائش السافانا. إذا الإقليم المداري والموسمي الاتنين بيتشابهوا مع بعض. طب خلي بالك بقى إن الإقليم المداري، ركز معايا كويس قوي كده ويا ريت المعلومة دي عمرك ما تنساها، عشان بيجي في الامتحان يقول لك إيه؟ اذكر أوجه الشبه. خلي بالك وأنا بشرح ببدأ أدي لك صيغ الأسئلة. فالسؤال ده يقول لي إيه؟ اذكر وجه الشبه بين الإقليم المداري والموسمي. هتقول له يتشابه الإقليم المداري والموسمي في: واحد، خصائص مناخية. يعني إيه يا ابني خصائص مناخية؟ يعني الاتنين صيفهم حار ممطر وشتائهم جاف. وكذلك الإقليمين بيتشابهوا في الخصائص النباتية. يعني إيه يا حبيبي؟ يعني الاتنين فيهم حشائش الإيه؟ السافانا. حلو الكلام. صعبة؟ يا ريت ما تكملش الفيديو لو انت مش فاهم اللي فات. تقف وتراجع ونكمل تاني. تمام. اعتبر ان انت وقفت هنا، وقف الفيديو لغايه هنا وراجع وحل اسئله وكمل. تمام يا سيدي. طيب انا اعتبرك ان انت بقى راجعت. تمام. وبدات تحل اسئله على اللي فات، ونبدا نخش على الاقاليم المعتدله الدفيئه. خلي بالك الاقاليم المعتدله الدفيئه كلها في عروض واحده. يعني كلها في عروض واحده، يعني كلها بتمتد من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، بين درجتي عرض. الأقاليم المعتدلة الدفيئة بين درجتي عرض كام؟ 30 45 شمالا وجنوبا. هناخد بس إقليمين بس: إقليم بحر متوسط والإقليم الإيه؟
الصيني، او ساعات اسمه المعتدل الشرقي للقارات، وساعات بنسميه الاقليم الصيني. طيب نبدا بيه. الاقليم بحر متوسط بيمتد عندي من كام لكام؟ ايوه، ما انت لسه قايلها، برافو عليك. 30 45 شمالا من الجنوب. بس بيميز اقليم بحر متوسط ان هو بيوجد عندي في غرب القارات، لان الاقليم الصيني يوجد فين؟ في شرق القارات. طيب الموقع الجغرافي، يعني بيوجد في انهي مكان بالظبط اقليم البحر المتوسط ده؟ قال لي والله يوجد في غرب معظم القارات. يعني موجود عندي في قارة افريقيا. موجود فين في افريقيا؟ في سواحل دول المغرب العربي. هجيب لك دلوقتي الخريطة ونأكد عليها تاني. سواحل دول المغرب الايه؟ العربي. طب موجود فين في قارة اسيا؟ تمام، في سواحل الشام وجنوب تركيا. واحنا كنا خدنا جبل قبل كده وقلناه في درس اللي فات في تركيا. حاول تفكريني كده، ولا يبقى صعب عليكي؟ صعب. طب ما هو جبل اهو، جبل طوروس. خلي بالك ان انا ايه، براجع معاك برضو. تمام. يبقى في قارة اسيا يوجد عندي اقليم بحر متوسط فين؟ في سواحل الشام وجنوب تركيا. طب فين في اوروبا؟ في الدول، سواحل الدول اللي موجودة عندي او مطلة على البحر المتوسط. طب في امريكا الشمالية، هل في كل امريكا الشمالية؟ لا طبعا. غرب قارة امريكا الشمالية، يعني بالتحديد في ولاية كاليفورنيا. طب في امريكا الجنوبيه فين؟ هل في امريكا الجنوبيه كلها؟ قلنا لا، ده هو بيمتد من في عروض معينه. يعني بالتحديد فين في امريكا الجنوبيه؟ الساحل الاوسط لدوله تشيلي. اخر حاجه بالنسبه لي استراليا، يوجد عندي جنوب غرب قاره استراليا. عشان يكون كلامنا واضح و بدليل من على الخريطه اهو. يوجد عندي في قاره اسيا سواحل الشام، وعندي في تركيا. ادي سواحل الشام وتركيا. في سواحل الدول المطلة على البحر المتوسط في أوروبا. دول المغرب العربي في قارة أفريقيا. ولاية كاليفورنيا في أمريكا الشمالية. الساحل الأوسط للشيلي في أمريكا الجنوبية، بالإضافة لجنوب غرب قارة أستراليا. تمام. أتمنى أن حضرتك معاك الخريطة الصماء، تكون معاك أكتر من نسخة، عشان كل إقليم أو كل إقليمين تبدأ حضرتك تظلل الكلام ده على الخريطة وتحفظ مكان الإقليم على الخريطة. طيب بالنسبة لإقليم بحر متوسط، درجة الحرارة فيك عاملة إزاي يا سيدي؟ قال لي والله أنا الجو عندي درجة الحرارة في الصيف بتكون حر، في الشتاء دافئ ممطر. ايه المقولة المشهورة طبعا حضراتكم حافظينها؟ حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. قولها لي تاني كده يا حبيبي، سمعها لي يابا. ها، برافو عليك. ولا تاني؟ شاطر. حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طيب بالنسبة لي خصائصه النباتية، يعني النباتات اللي فيه عاملة ازاي؟ قال لي والله الأشجار بتكون في هذا الإقليم دائمة الخضرة، يعني طول السنة. يعني يعني دائمة الخضرة هذه الايه؟ الأشجار. زي أشجار ايه؟ زي أشجار الزيتون. تمام. كمان بينمو فيها حشائش الاستبس. ليه ما قلت السافانا؟ لأن حشائش السافانا بتتدرج في الطول حسب درجة الحرارة وكمية المطر. بعدت أنا عن خط الاستواء، درجة الحرارة قلت، المطر قل، يبدأ طول الحشائش دي تقل. تبدأ تظهر عندي هذه الحشائش الجديدة، وهي حشائش الايه؟ الاستبس. إذا حشائش الاستبس موجود عندي فين؟ في اقليم بحر متوسط. اسمها في امريكا الشماليه هم هناك بيدلعوها، بيقولوا لها هي حشائش البراري. بيسموها ايه؟ حشائش البراري. طيب حشائش البراري دي او حشائش السافانا، هل ليها فايده اقتصاديه؟ وانت حضرتك شايف هنا ايه؟ ها، الاغنام. صح. تمام، اذا تصلح كمراعي طبيعي. تستغل هذه الحشائش كمراعي ايه؟ طبيعي. شيء عظيم جدا. نيجي للإقليم الثاني والأخير معانا في الفيديو دوت. الإقليم بعنوان المناخ، إقليم مناخ المعتدل الصيني شرق القارات. إقليم معتدل شرق القارات، وساعات بنسميه الإقليم الصيني. بيمتد من فين لفين؟ أيوه، واحدة حافظة ورقة ومذاكرة أهي، برافو عليك. من 30 45 شمال وجنوب. بس فين بقى؟ في شرق القارات. يبقى الإقليم البحر المتوسط كان غرب القارات، والإقليم الصيني شرق القارات. يعني بيقع فين؟ بيقع عندي في قارة آسيا. فين بالتحديد في آسيا؟ في شرق الصين.
عشان كده سميناه اقليم صيني، يبقى واضح قوي هناك. طب بالاضافه لجنوب شرق قارات بقى، عد معايا: امريكا شماليه، امريكا جنوبيه، افريقيا، استراليا. يعني مش موجود تقريبا في كل قارات العالم ما عدا اوروبا والقاره القطبيه الجنوبيه. يعني موجود فين؟ شرق اسيا. فين في اسيا؟ شرق الصين. جنوب شرق امريكا شماليه، امريكا جنوبيه، افريقيا واستراليا. ها، جنوب شرق امريكا شماليه، امريكا جنوبيه، افريقيا واستراليا. بالاضافه طبعا لمكانه الاساسي اللي هو في شرق الصين في قاره اسيا. بالنسبه للخصائص المناخيه، درجه الحراره فيك هناك عامله ازاي؟ قال لي والله انا في فصل الصيف بترتفع الحراره، اذا يتشابه الاقليم الصيني مع الاقليم البحر المتوسط ان الاتنين صيفهم حار. برافو عليك. لكن الشتاء بتبدأ تنخفض الحرارة، يعني الشتاء في برودة شوية، درجة الحرارة بتقل. طب بالنسبة للأمطار، قال لي تسقط الأمطار طوال العام. شبه الإيه؟ إيه الإقليم اللي خدناه من شوية أمطاره طول السنة في الأقاليم الحارة؟ شاطرة يا سارة، برافو عليكي. ها، الاستوائي. إذا إقليم الصيني أمطاره طول السنة، زي الإقليم الإيه؟ الاستوائي برضو أمطاره طول السنة. عشان ما تتوهش مني وتبقى الدنيا بقت صعبة عليك، نركز في الإقليم الصيني عشان أسيبك تراجع وتبدأ المعلومات تبقى سهلة بالنسبة لك. صيفه حار، شتاؤه بارد يعني منخفض الحرارة، المطر طول السنة، بيتعرض لحاجة اسمها عواصف المدارية، تعرف بعواصف التايفون. النباتات فيه برضو دائمة الخضرة، الأشجار الإقليم الصيني برضك دائمة الخضرة. أهم أشجارها شجر الصفصاف وشجر البلوط. شجر الصفصاف وشجر البلوط. وبكده نكون احنا انتهينا من الجزء الخاص بالجزء الاولاني من الدرس، وهو الاقاليم الحاره والاقاليم المعتدله الدفيئه. ان شاء الله الاقاليم المعتدله البارده والاقاليم البارده نشوفهم ان شاء الله بعد ما حضرتك تكون ذاكرت وراجعت. وبكده ان يكون الجزء الاول انتهى. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.